مساء الخير يا زغاليل القلب، عاملين وحشاني والله العظيم وحشاني. بسم الله الرحمن الرحيم. كده الفيديو ده يعني في ناس كتير قوي تتهمني بالجراءه فيه، وانا عارفه ان هو فيديو جريء، بس انا عندي وعي كامل وانا بعمله، وعارفه انا بعمله ليه وهدفي هوضحها ازاي. كلامي رايح فين؟ قبل اي حاجه الفيديو دوت بلس 18 تمام. اي حد جنبه طفل بيتابعني علشان انا نزلت بوست في الموضوع ده وناس قالت لي فيه اطفال ومش فيه اطفال، على اساس مسلسل لام شمسيه ما كانش بيتكلم عن الاطفال واللي بيحصل للاطفال. فاي حد جنبه طفل يمشيه وما يخلوش يتفرج على الفيديو معاه. اداني العيب. شوف بقى العيب اللي جاي، مع ان انا لو عندي طفل وبالذات لو مراهق واشتد عوده كده وبلغ، هبتدي ان انا انوهه وابتدي ان انا اعرفه، لان احنا دلوقتي الحاجات اللي بنشوفها مفيش حاجه بنكنترول عليها، مفيش حاجه امنع ابني ما يشوفش، ابني ما يعملش، لا كل حاجه بتتشاف ومباحه ومجاني فور فري كمان، مفيش اي ارهاق. استاذ احمد السعداني قبل كده كان في اللقاء بيقول له انت خدت ابنك اتكلمت معاه بمناسبه المسلسل اللي انت اتفرجت عليه كده؟ قال له اه ان انا خدته. انا ضد خالص ان انا ما اعرفش ابني الحاجات والكلام ده، لا انا اعرف عيالي وانبههم، اعرف انا عيالي احسن ما يعرفوا من بره بطريقه غلط تبني لهم فكره غلط. وانا بسبورت هذا الراي ومع هذا الراي جدا. انت تختلف او تتفق معايا في الحالتين لازم تحترمني، لان انا بتكلم بكل احترام، وربنا يقعد لي اللي في نيتي من تجاه الموضوع دوت، علشان انا اتصدمت وذهلت زي اي بنت عادي بسكرول. انا كنت قاعده بسكرول، عارفين احنا بنات بنلاقي نفسنا في جروبات، صاحبتك بتعملك انفايت ايا كان، فانت بتلاقي جروبات كتير قوي، فلقيت جروب بنات بيبيع حاجات للمتجوزين، لانجري بقى، هدوم داخليه، مش عارفه ايه، وفي النص كده في شويه بوستات بتترمى. فانا صادفني وانا بنت يعني عادي على جروب فيه لانجري وفيه حاجات من دي عادي، احنا جروبات البنات. فلقيت صوره غريبه قوي، فانا بصيت على البوست وقريته. انا مش هنزل اي سكرين للبوست ولا للجروب، لا اسامي البنات ولا اي حاجه من دي، لان انا مش هدفي ان انا اثير فضولك انك تخشي الجروب وتشوفي. انا جايه اوعيكي عشان لو صدفتك اي حاجه وانتي بتسكرول زي ما انا صادفني. البنت منزله ان في حاجات معينه بتتباع لحاجات معينه، ابتدى البوست فايرال والجروب ده كبير بنات كتير، فابتدى البنات تتكلم ايه ده ازاي. هوريكم كام سكرين خدته، وانا ساعتها اتصدمت ما قدرتش اكمل باقي الكومنتس، ونزلت بوست عندي على طول توعيه. طبعا اتهاجمت وناس كتير قوي هاجمتني. ميتوا الباطل بالسكوت عنه. باطل ايه يا باشا؟ انت بتتكلم في ثوابت وتقولي باطل؟ وحريات ايه اللي بتتكلموا عنها؟ ما تفتحيش عيون. عيون ايه؟ انا بنت اهو ولا متجوزه ولا اي حاجه. اتصدمت من الكومنتات ان كده كده العيون بتتفتح بس بطريقتهم، فانا جايه اقول لك لما العيون تتفتح انت شوفيها وتردي ازاي. انا هسيب لكم الكومنت دلوقتي اللي خليني اعمل الفيديو رد البنت والكومنتات. بصوا الكومنت. على فكره الحاجات دي حرام، انتوا ازاي بتبيعوا حاجه زي كده؟ اصلا ربنا حرم. انتوا الكلام مكتوب عندكم، لان المنطقه دي ايا كان هي اللي بتقوله دي بتعمل امراض، ازاي بتبيعوا حاجه زي كده بجد؟ قالت لها جماعه انت عبيطه يا بنتي ولا ايه؟ دي اداه، الاداه مش بتاعتنا لكن الحاجات بتاعتنا. واحده تانية بتقول لها بعيدا عن اي حاجه ايه المثير في الموضوع؟ قالت لها في ناس كانت متعوده على كده وعلشان حرام. شوفي يا بنتي بتعبدي البقره، بنتي بتعبدي الكرفس عشان حرام، فبيحاولوا يبطلوها فبيستخدموا الحاجه دي. بجد والله الفكره في العلاقه، لكن الفكره مش ان ربنا حرم الاتيان من الدبر، لا خالص. انتوا بتتحايلوا على ربنا، انت بتتحايلي على الحلال والحرام ازاي تعمليه، انت بتتحايلي على حاجه ربنا حرمها. الا قولا نصا صريحا، قوم لوط نفسهم اتبادوا من على الارض وكان لينا عبره علشان الموضوع ده، وانت بتتحايلي عليه تقولي لا دي اداه مش علاقه. اللي ذهلت اكتر من ايه بقى؟ ان في بنات بتجهز نفسها من الجروب ده، في بنات قالت ايه طب نشتري او حاجات للجواز جديده نجربها، في ستات متجوزه قالت طب والله كويس اهو نجدد اطلب لنا اوردر. يعني في ستات كانت عايزه تفاجئ جوازتها لان هم ما يعرفوش الموضوع ده، مستغربين. اللي دخلوا هاجموني على البوست والله احنا متجوزين وما نعرفش، في ناس زيكم متجوزين وما يعرفوش، شافوا البوست ده وراحوا اشتروا عشان يفاجئوا جوازهم. كده تخيلي كده معايا ان انت رايحه تفاجئي جوزك بالموضوع، تقولوا ده عادي لما يتخرب بيتك ولما تتطلقي عشان انت كنت متعوده. ما طبيعي الراجل يقول لك كده، ساعتها انت هتقولي ايه؟ من ضمن الكومنتات البنت بتقول لها ده حرام وما ينفعش، وكتبت لها الايه من القران ان ربنا محرم الموضوع ده. فطبعا صاحبه البوست ردت عليها وقالت لها نفس الكلام، دي اداه يا حبيبتي، ده مش علاقه. راحت واحده بقى عامله ريبلاي على الكومنت بتاع صاحبه البوست، داخله تجاملها بقى عشان يبيعوا، عشان يحققوا تارجت. لا حبيبتي هو ربنا حرم دوت علشان خاطر الميكروبات والناس بيجي لها امراض والتهابات والكلام ده كله، فعشان كده في ادوات دي بتتعقم وبتتنضف وعادي. ما تحكميش على حاجه انت ما جربتهاش. والله انا جوزي فرح جدا بيها. ايه دي؟ في جروبات لانجري بتدسلكوا في النص وبتقنعوا البنات ان هم يشتروا في جهازهم، وبتحللوا وبتحرموا بتتكلموا في ايه؟
ده في ايه بقى؟ ان في ناس اشترت وقالوا يجربوا. انا بفتح عيون على موضوع زي ده، فانا قصدي ان انا افتح عيون على موضوع زي ده عشان البنات تعرف دينها، عشان لو فايتها كتير قوي من دينها وراحت تفاجئ جوزها والتانيه اللي راحت تشتري في جهازها. تشتري في جهازك ايه وتفاجئي جوزك بايه؟ جروب كبير فيه الاف من البنات، البوست كان فايرال بطريقه مش طبيعيه، في كميه البنات اللي اقتنعت من صاحبه البوست وتبريراتها وتحريفها في الدين وتحايلها على ربنا واشتروا. انت اللي ما عندهاش معلومات ولا تعرف اي حاجه بتقول على اللي بينوه ويوعي هو اللي بينشر، امال ده ايه؟ فككم من نعيم الجهل اللي انتوا عايشين فيه. اصل البنات والمراهقين، لا ده ناخد بنتي تحت باطي واوعيها واعرفها، اصل انا مش بعرفها حاجه حرام، ده حاجه ربنا ذكرها في الدين وجعل لنا قوم ايه لينا. انا عيب ان انا اعرف عيلي وانبهه واخليه يروح يشتري بنات لسه صغيرين مراهقين مخطوبين. في مراهقين مخطوبين، مش مراهقين ازاي ما يعرفوش. في مراهقه مخطوبه راحه وافقت اشترت اوردر لنفسها في جهازها علشان خاطر لما تتجوز، لما هي تروح تقول للراجل كده، الراجل هيقول ايه؟ ما تتطلقي بقى عشان انت ما تعرفيش وما عندكيش وعي، ما تجيش تلطمي. ولما بنتك ترجع لك بعد الفرح بيومين 3 عشان تفاجئ جوزها، ما تجيش تصوتي وتقولوا الحقوا بناتنا، الحقوا بناتنا اللي بينشروه وتبيعوه للجروبات. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعذروني لو كان التجويد او النطق عندي مش احسن حاجه. ويسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. كلام ربنا فيه قله حياه، علشان بتشوفوا البنات اللي بتتكلم في الموضوع ده قله حياه. كلام ربنا فيه قله حياه. انا بستغل شهرتي وان انا متابعيني كلهم بنات وفي منهم مراهقين، واتمنى ان انا وضحت في اول الفيديو ان الاطفال ما تتفرجش عليا. اتمنى انت كأم مكمله معايا الفيديو تبقي توعي بنتك لما تلاقيها كبرت تسكرول كتير على التليفون. عرفي بنتك قبل ما حد تاني يعرفها ايه زباله غير مباشره. سيبك من ان احنا بنفتح عيون عشان احنا مش في جيل الستينات، من الحقبه الزمنيه اللي انت فيها دي والنصايب اللي الواحد بيشوفها. هو انا واحده اهو بنت قاعده بتفرج لقيت النصيبه دي قدامي وفوق ال1000 كومنت في نصايب يتبرر لهم اللواط، يتحايلوا على ايات ربنا. ضل في نعيم الجهل. كم من ست هتتفاجئ دلوقتي في الفيديو بتاعي وتبقى مصدومه من اللي بتقوله. عايزه اقول لك ان في كام واحده زيك دخلت اشترت من على الجروب ده وما كانتش تعرف شبهك. ما تجريش ورا اي حاجه بتتباع، مفيش تحايل على ربنا ولا تحايل على ايات ربنا. اتمنى كل بنت بتتفرج عليا على الفيديو دلوقتي كانت في الجروب ده وشافت البوست واشترت، ارجعي. ربنا يحفظ البنات كلهم، وخلي بالكم من نفسكم يا بنات. ولما تلاقوا حاجه زي دي اخرجوا من الجروب فورا وما تتناقشوش حتى، عشان ممكن النقاش مع الابلسه زي دول يقنعوكوا زي ما اقنعوا بنات غيركم.